السلام عليكم، أهلا بكم. كما تعلمون يتزامن نشر هذا الفيديو مع تطورات فضيحة اندلعت مؤخرا في جامعة بن زرباء أكادير على يد أستاذ جامعي يدعى أحمد قليش، وهو أستاذ قانون متهم بتحويل برنامج الماجستير إلى آلة ربحية من خلال بيع الشهادات الجامعية. باختصار، قضية متفجرة تهز الوسط الأكاديمي المغربي. هذا هو ملخص ما ورد في الجريدة الإلكترونية لي 360 باللغة الفرنسية بتاريخ 20 مايو الماضي 2025، قبل أن تطرح عدة تساؤلات حول هذه الظاهرة التي تنم عن منظومة تعليمية مريضة، وعن مدى حجم الفضيحة، وكم هو عدد المتورطين من الأساتذة، وماذا عن مستوى التعليم الجامعي في الحاضر والمستقبل في المغرب، ومدى المصداقية الأكاديمية للشهادات الممنوحة، وعدة تساؤلات أخرى نترك الأيام المقبلة لتجيب عنها مع تطور التحقيقات القضائية الجارية. أولا، إن موضوع هذا الفيديو يتعلق باختلاف علمي، أي بجدل أكاديمي بحت بيني وبين الأستاذ الدكتور عبد الرحيم المنار السليمي حول مفهوم الدبلوماسية الموازية، وليس له طابع سياسي أو إيديولوجي أو إعلامي، ولا يشبه إذن الجدال المعروف الذي كان قائما بينه وبين الصحفي حميد المهداوي حول أحداث الريف منذ 6 سنوات. فلسنا إذن في مبارزة فكرية جدالية، بل إن الأمر هنا يتعلق بتقديم حجة أكاديمية كاملة ومفصلة. قد يسأل سائل عن السبب الذي تأخرنا في هذه القناة عن التعبير عن رد فعلنا لما قاله عبد الرحيم المنار السليمي في ندوة الجامعة بالمحمدية. إن الجواب يكمن في العنصرين التوضيحيين الآتيين. أولا، الوقت الضروري لتجميع حججنا بشكل مسنود وبطريقة مرجعية وبذكر المصادر بالدقة، ولم يكن الأمر بالسهل كما ستلاحظون. ثانيا، استمرار عبد الرحيم المنار السليمي في تجاهله للدبلوماسية الموازية مع إصدار انتقادات تجاه الدبلوماسية الرسمية للدولة، أي دبلوماسية وزارة الخارجية كما يسميها، خصوصا بعد إخفاق المغرب في ترشيحه للسفيرة لطيفة أخرباش لنيابة مفوضية الاتحاد الإفريقي تجاه المترشحة الجزائرية سلمى حدادي في شهر فبراير الماضي 2025، وهو موضوع الفيديو الأخير الذي ترون غلافه أمامكم. ذكر عبد الرحيم المنار السليمي في مناسبات كثيرة بحرية التعبير وحق كل إنسان في الإدلاء برأيه. كل واحد برأيه هذا هو اللي خص يكون. كل واحد برأيه هذا هو اللي خص يكون. كل واحد برأيه هذا هو اللي خص يكون. مما لا شك فيه أن الاختلاف في وجهة النظر أو الرأي مطلوب، بل هو جسر من التواصل والتفاهم، وليس للصراع أو للإقصاء أو للعداء. ولكن لا ينبغي أن يكون الاختلاف خلافا حول حقائق علمية متعارف عليها أكاديميا، كما لا ينبغي أن تكون حرية الرأي والتعبير حقا فوضويا بلا قيود أو حدود تنتشر به الأفكار بشكل اعتباطي حتى ولو كانت مجانبة للصواب في أمور علمية. وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لفئة من الناس، وجب عندئذ غربلة الآراء والأقوال فيعتد بالصحيحة منها وترفض الخاطئة منها. غير أن الخلاف الفكري بيني وبين الأستاذ عبد الرحيم المنار السليمي حول الدبلوماسية الموازية يدخل في الصنف الثاني من التباين، أي أنه خلاف علمي بحت، وليس اختلافا في وجهة النظر أو الرأي حول قضية أو موضوع أو حدث أو ظاهرة من الظواهر. وبذلك فإن خلافنا العلمي يقتضي ضمنا ما يلي: أولا، تضمينا أخلاقيا يستند إلى الموضوعية والنزاهة العلمية l'honnêteté scientifique، مما يستتبع بالتالي التسامح الفكري tolérance intellectuelle، أو كما يقال في اللغة السائدة الروح الرياضية un esprit sportif.
وفي هذا المجال العلمي البحت فإن الاختلاف نوعان حسب علماء البيان. النوع الأول يسمى اختلاف التنوع divergence de diversité، كالاختلاف في الرأي أو في التفسير أو التوصيف أو التأويل إلى آخره، ولكن كلها حول مسألة يعترف بها الطرفان. أما النوع الثاني فهو اختلاف التضاد divergence d'antithèse، وهو الأصعب لأنه يكون حول وجود الشيء أو عدم وجوده، كأن يثبت هذا وينفي هذا. وكمثال على النوع الأول من الاختلاف اختلاف الفيلسوفين جان بول سارتر وألبير كامو، لأنهما كانا يختلفان حول أشياء يعترفان بوجودها كحقائق، وأهمها السياسة ودور المثقفين، إذ كل واحد منهما يعترف بأن السياسة حقيقة وأن للمثقفين دورا. وهذا نقيض اختلافي مثلا مع الأستاذ منار سليمي عندما ينفي وجود الدبلوماسية الموازية وجدواها، وأحاول أنا عكس ذلك إثبات وجودها وجدواها، وبذلك فنحن في اختلاف التضاد. ثانيا، ليس لدي أي مشكل شخصي مع الأستاذ منار سليمي، وليست بيني وبينه سوى علاقة مماثلة مهنية. كانت أول مناسبة جمعتنا هي أول ندوة نظمت في المغرب حول مبادرة الحكم الذاتي للصحراء المغربية من طرف كلية العلوم القانونية والسياسية بمدينة سطات عام 2007. والمناسبة الثانية هي ندوة مدينة المحمدية التي سنتكلم عنها. وكانت هذه الندوة الثانية مناسبة حقيقية لتعارفنا، ولو أننا لم نتحاور كثيرا نظرا لضيق المجال، بل تبادلنا فقط عبارات الترحيب. ولعل من أسباب غياب التعارف أو التواصل أو تكرار اللقاءات بيننا أننا من حقبتين دراسيتين مختلفتين، فضلا عن البعد الجغرافي وظروف العمل، إذ أنني من جيل أساتذته وأذكر منهم خاصة صديقي المحترم الأستاذ الدكتور محمد الداسر، حيث أحرزنا معا على البكالوريا والإجازة على التوالي بكلية الحقوق بالرباط عامي 1967 و 1970، قبل أن نفترق عندما انتقلت بعد ذلك إلى جامعة جنيف لمتابعة دراسات العليا والدكتوراه. وأغتنم هذه الفرصة لأقدم له تحياتي الأخوية الحارة إذا كان يشاهدنا، ولكنني أقدر الأستاذ منار سليمي وأكن له كل الاحترام، وأنوه بجهوده الفكرية التي يسخرها بصبر وشجاعة لخدمة قضيتنا الوطنية الأولى. ثالثا، غير أن هذه الاعتبارات كلها لا ترخص الملاطفة خارج النهج أو المجاملة في غير محلها على حساب الصدق والمصارحة في الحقائق العلمية وصحة المعارف، خصوصا وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. رابعا، أتمنى بل أتوقع من زميلي الأستاذ أن يكون كما يقول عنه عدد من الإعلاميين ذا حلم واسع في التحاور والنقاش العلميين، وذا تحمل للنقد المدعوم بالحجة والبرهان. وأنا أعرف الرجل أنه يعني يتقبل الرأي الآخر، عنده مرونة وعنده هامش للخلاف، وهو ما سيؤكده الأستاذ عبد الرحيم المنار السليمي بهذه الكلمات: أمامك المجال مفتوح لكل النقاشات والآراء. أمام هذه التأكيدات ماذا يبقى لمن سيناقش الدكتور المنار السليمي سوى أن يقول له: سامحني، ربما أنا سأكون اليوم معك في منتهى الشفافية والصراحة وأطرح ما يقال عنك. إذن لن يكون زميلي المنار السليمي أقل رحابة الصدر تجاهي من سعة النفس التي أبداها تجاه اليوتيوبر أسعد الشرعي، وبالتالي جاز لي أن أقول له بدوري: سامحني، أنا أيضا سأكون معك في منتهى الشفافية والصراحة لأناقشك في موضوع اختلافنا. أنا مرتاح أنك لن تزعل. لا أبدا. إذن لن أكون أنا أيضا أقل ارتياحا من السيد أسعد الشرعي، مع الاعتقاد بأن الأستاذ المنار السليمي لن يزعل. أنا من يريد أن يتناقش معي مرحبا،
أنا من يريد أن يتناقش معي مرحبا. أنا من يريد أن يتناقش معي مرحبا. فلا يسعني بالتالي إلا أن أشكره على ترحيبه إياي، ما دام يرحب بكل من يريد أن يتناقش معه. خامسا، لا يعني اختلافنا العلمي جدلا أو طعنا من أحدنا في وطنية الآخر، لأن وطنية الأستاذ عبد الرحيم المنار السليمي لا تحتاج إلى دليل، وأما وطنيتي فقد جعل الله منها آية لقوم يعقلون. فقد جعل الله منها آية لقوم يعقلون. قد جعل الله منها آية لقوم يعقلون. قد جعل الله منها آية لقوم يعقلون. فكل واحد منا يحمل الوطن في عقله وقلبه، ويتقدم إلى الأمام دفاعا عنه بأسلوبه والعلم المغربي في الخلفية. سادسا، لا شك أن اختلاف أسلوبينا واضح في التحليل والتعبير والتواصل، وهو تمايز طبيعي، إذ إن الأسلوب هو الإنسان، كما كان يقول العالم الفرنسي المتنوع القدرات بوفون: le style c'est l'homme ou encore le style est l'homme même. سابعا، سأكشف في خاتمة هذا الشريط عن الأسباب المبررة لإنتاجه، لأنها مشروعة في ذاتها، جليلة في أهميتها، حتمية في تأثيرها، والتي بدونها يتعذر تبرير ما ستسمعون وتشاهدون. وعليه فأدعوكم إلى متابعة هذا الشريط إلى آخره، وإلا لا داعي لمشاهدته أصلا، لأن في النهاية سر البداية. شهدت مدينة المحمدية الجميلة يوم 15 مايو 2024 ندوة علمية غير مسبوقة تحت عنوان مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية: الدلالات والأبعاد والمآلات. هذه الندوة هي ندوة بتنظيم مشترك ما بين 3 مؤسسات جامعية: كلية الحقوق المحمدية والدار البيضاء وأكدال بالرباط، ولكن المشاركة هي من جميع الجامعات المغربية. هناك أساتذة من مراكش، من طنجة، من عدة مدن. الهدف هو أن تكون قراءات متقاطعة لهذا الموضوع ديال الحكم الذاتي، وبحضور نخبة من الأساتذة الباحثين المختصين في قضية الوحدة الترابية، والذين تناولوا بمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في أطروحات أو كتب سابقة. وعلى رأسهم الأستاذة ماجدة كريمي من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. ولا بأس أن نذكر في عجالة بأسماء الأساتذة الدكاترة الكرام الذين أنجزوا عروضا دراسية قيمة، ففضلا عن عبد ربه الذي يحدثكم والذي كان له شرف افتتاح المداخلات، كان كل عمل علمي متميزا في المسألة الذي تناوله. وفيما يلي أسماء الأساتذة المشاركين: الأستاذ الموساوي العجلاوي، الأستاذ عبد الحميد بن خطاب، الأستاذ عبد الفتاح الفاطن، الأستاذ عمر الشرقاوي، الأستاذة خديجة الناصري، الأستاذ محمد الغالي، الأستاذ محمد زين الدين، الأستاذ سعيد خمري، الأستاذ عبد الرحيم المنار السليمي، الأستاذ رشيد مقتدر، الأستاذ عبد العزيز العروسي، الأستاذ إدريس القريني، الأستاذ كمال الهشومي، الأستاذ جواد النوحي، الأستاذة زهرة الهياض، والأستاذ زكريا أبو الذهب، والذي لم يتسنى له الحضور لأسباب قاهرة. وانتقلنا إلى المناقشة، وطلب مني الالتحاق بالمنصة مع الزملاء، ودعيت عندها للجلوس إلى جانب الأخ الأستاذ عبد الرحيم منار السليمي. ثم طلب مني الرد على السؤال الذي ارتأيت الإجابة عليه ففعلت، وكذلك فعل زملائي الذين تكلموا في الجلستين حسب الترتيب في المداخلات. ثم جاء دور الأستاذ المنار السليمي ليجيب على سؤال طرحته إحدى الطالبات حول الدبلوماسية الموازية، وهل هناك جهاز ما في وزارة الخارجية
يقوم بدور المراقبة على الدبلوماسية الموازية والتنسيق ما بينها وبين الدبلوماسية الرسمية للدولة. وجاء في معرض جواب الأستاذ المنار السليمي ما يلي: بخصوص الدبلوماسية الموازية، ما معنى هذا المصطلح الذي يستعمل هكذا؟ وأصبح كل من أراد ممارسة نشاط ما خارج المغرب يدعي أنه يقوم بالدبلوماسية الموازية، وأحيانا يسيء إلى سمعة البلاد أو يفعل عكس مصالحها. لا دبلوماسية إلا دبلوماسية الدولة الرسمية، بمعنى دبلوماسية وزارة الخارجية فقط. لا دبلوماسية إلا دبلوماسية الدولة الرسمية، بمعنى دبلوماسية وزارة الخارجية فقط. الدبلوماسية الرسمية هي وحدها العملية على الساحة، وما يسمى بالموازية عديمة الجدوى. 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 وعندما انتهت المناقشة استأذنت من رئيس الجلسة تناول الكلام للتعقيب على جواب زميل المنار السليمي، فقلت بادئ ذي بدء بأنني أختلف معه في تنكره للدبلوماسية الموازية واعتباره إياها عديمة الجدوى. فقلت بادئ ذي بدء بأن الدبلوماسية الموازية علم من العلوم السياسية على غرار الدبلوماسية الرسمية، وكل واحدة منهما تعني فن العلاقات الدولية وتطبيقها، la science et la pratique des relations internationales. وأكدت بالتالي على أن كلمة الدبلوماسية الموازية مصطلح من العلوم السياسية ومعترف بها في مجال العلاقات الدولية، وسقت بعض الأمثلة الملموسة من خلال خطب ملكية. ثم طلب الأستاذ السليمي التعقيب على تعقيبي، مؤكدا على أن المهم بالنسبة له أن تكون هذه الدبلوماسية الموازية مؤطرة بالضرورة من طرف الدولة، أي من وزارة الخارجية. لم أطلب التعقيب على تعقيبه حتى لا ندخل في تحاور ثنائي دون مشاركة زملائنا في النقاش، خصوصا وأن الوقت المحدد لا يسمح بذلك. عندما استهل عبد الرحيم منار السليمي جوابه هكذا نافيا وجود الدبلوماسية الموازية في صيغة التهكم، ظننته ممازحا، ولكن عندما استرسل في الشرح حتى انتهى من الكلام أيقنت أنه كان جادا، مما دفعني إلى طلب التعقيب على النحو الذي سمعتم. لقد حرصت كعادتي على كتابة كلمات المنار السليمي طبقا للأمانة الفكرية حتى لا أتقول عليه كلاما لم ينطق به. لقد فاه ببعض العبارات بالدارجة، لكنني ترجمتها بالفصحى والمعاني واحدة طبعا. وقد سمع الأساتذة والمتدخلون والطلبة والمدعوون والصحفيون قول الأستاذ المنار السليمي، فكانوا شهداء على تحاورنا. لقد كنا في ندوة علمية جامعية حول موضوع وطني بالغ الأهمية تملي علينا التوثيق، وأظن أنني لن أجد أي صعوبة أو اعتراض من السيد منار السليمي. لماذا؟ لأنني سأحاول إثبات ذلك بالوثائق، ولأن زميلي منار السليمي مثقف يؤمن بالوثائق كما أعلن عن ذلك بنفسه. أنا كالأمن بالوثائق. أنا كالأمن بالوثائق. أنا كالأمن بالوثائق. أنا كالأمن بالوثائق. نعم المنهج، لأن الوثائق هي التي تعطينا الثقة فيما نسمع ونقرأ ونشاهد عندما يخامرنا الشك في ذلك. تترجم التصريحات التي أوردنا عن الأستاذ عبد الرحيم المنار السليمي 3 محاور نعالج من خلالها هذا الموضوع. لا دبلوماسية إلا دبلوماسية الدولة الرسمية، بمعنى دبلوماسية وزارة الخارجية فقط. ولتقويض هذا الجزم بشكل مدعوم نقدم حجتين: مفهوم الدبلوماسية الموازية ومقوماتها العلمية. في العام 1981 ابتكر الدكتور جوزيف مونفيل العبارة الإنجليزية
تراك 1 دبلوماسي، وترجمت بالدبلوماسية الرسمية، وتراك 2 دبلوماسي وترجمت بالدبلوماسية الموازية، وذلك في مقالة تحليلية صدرت في مجلة فورين بوليسي الأمريكية الشهيرة. ويقول فيها جوزيف مونفيل أن الدبلوماسية الرسمية هي دبلوماسية المفاوضات الرسمية بين الأمم يقودها دبلوماسيون محترفون. وأما الدبلوماسية الموازية والتي تسمى أيضا الدبلوماسية غير الرسمية، دبلوماسية انفورميل أو دبلوماسية نون اوفيسيال، فهي تتمثل في جهود حل النزاعات يقوم بها ممارسون ومنظرون لحل النزاعات لا ينتمون إطلاقا لأي حكومة. ويزيد مونفيل موضحا إن الدبلوماسية الموازية تسعى إلى تخفيض درجة النزاعات أو حلها، وذلك بتقليل حدة الغضب والتوتر أو الخوف بفضل تواصل أفضل والتفهم أحسن لوجهة نظر الطرف الآخر. وفي ضوء نظرية جوزيف مونفيل فإن الحاجة إلى جهود الممارسين والمنظرين المتطوعين لحل النزاعات والذين يعملون غالبا كمنظمات غير حكومية ONG وكأكاديميين أو من خلال الجامعات، إن الحاجة إلى جهود هؤلاء الدبلوماسيين الموازيين قد تولدت من وعي الدبلوماسيين المحترفين بأن التفاعلات الرسمية بين الحكومات لا تشكل بالضرورة الطرق الأكثر نجاعة لتحقيق التعاون أو لحل النزاعات. وهكذا بتصريحه الآن في الذكر في مقدمة هذا المحور حول الصنف الأول من حجج وجود الدبلوماسية الموازية، يبدو أن المنار السليمي يتجاهل تجاهلا تاما النظرية العلمية للخبير الدبلوماسي الأمريكي جوزيف مونفيل وجميع الأفكار المتعلقة بها على النحو الذي أوضحناه. فكم هي كثيرة الأطروحات لدكتوراه الدولة في جامعات أمريكية وأوروبية تناولت الدبلوماسية الموازية في إطار السياسة الخارجية، ونكتفي هنا بجامعات فرنسية وسويسرية في عينة دالة على الشاشة أمامكم، لأن اللائحة طويلة. أما في المغرب وحتى لا نذهب بعيدا سنقتصر على العاصمة الرباط في جامعة محمد الخامس في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالذات، والتي يدرس فيها اليوم الأستاذ الدكتور عبد الرحيم المنار السليمي، حيث قدم فيها السيد عبد الحميد بن خطاب أطروحة بتاريخ 7 مارس 2007 تحت عنوان Contribution à l'étude de la politique étrangère marocaine de l'indépendance à 1972 تحت تأطير ورئاسة الدكتور عبد الله السعف. وقد تناولت الأطروحة في طياتها الدبلوماسية الموازية التي تبعتها المملكة المغربية في سياستها الخارجية جنبا إلى جنب مع دبلوماسيتها الرسمية. أنصح بقراءة الصفحات الآتية من 128 إلى 152 من الأطروحة التي تتحدث عن جوانب الدبلوماسية الرسمية وتمييزها عن الدبلوماسية غير الرسمية في تحليل علمي واضح. وأتمنى أن يكون أول القارئين لهذه الأطروحة الأستاذ عبد الرحيم المنار السليمي. وكم من ندوات ومناظرات علمية نظمت حول الدبلوماسية الموازية خارج المغرب وداخله، وكم من كتابات صدرت حولها من خبراء في العالم. وسنكتفي بذكر مثالين فقط، أولهما المناظرة السنوية السادسة لمركز الباحثين حول الشرق الأوسط Le Cercle des chercheurs sur le Moyen-Orient à Paris، مناظرة بتاريخ 21 نوفمبر 2018، وكان موضوعها تحت عنوان Monde arabe et diplomatie parallèle، diplomatie économique, parlementaire, religieuse et secrète. أما المثال الثاني فهو ما كتبه أحد الخبراء في الدبلوماسية الموازية
وهو مغربي الجنسية واسمه محمد حميدوش، وهو معروف لدى كثير من المثقفين المهتمين. وهي مقالة تحت عنوان دور الدبلوماسية الموازية Le rôle de la diplomatie parallèle، وترون صورته ومصدر مقالته أمامكم. وفي هذا الإطار صدرت مؤلفات ما بين 2021 و 2022 من أساتذة جامعيين باحثين مرموقين في تخصصاتهم. نذكر من بين كتبهم ذات الصلة: محمد حركات La nouvelle diplomatie économique en Afrique, paradigme et modèle, avril 2021, les éditions L'Harmattan. Karim Zawaq, L'essentiel de la diplomatie parlementaire, les éditions Spinel, septembre 2021. Alain Lombard, La diplomatie culturelle, les éditions Que sais-je, mai 2022. وبعد كل الذي ذكرنا ودعما له والكرز على الكعكة، la cerise sur le gâteau كما يقول المثل الفرنسي، ومعنى ذلك حجة إضافية أن الأستاذ الدكتور محمد سليم الورياغلي نائب عميد كلية الحقوق بالمحمدية أدلى بتصريح استهلالي لندوة المحمدية التي نتحدث عنها، مذكرا بالدبلوماسية الموازية التي تمارسها الدولة إلى جانب نظيرتها الدبلوماسية الرسمية. لنستمع إليه جيدا. هذه القراءات كلها سواء قراءات دبلوماسية، قراءات في التنمية الاقتصادية اللي كتشهدها المناطق الجنوبية، قراءات على مستوى التحركات الدبلوماسية المغربية الرسمية والموازية. إذن لا بد لنا من خطاب موحد لمواجهة هذا النزيف وإيقاف هذا المشكل الذي عمر طويلا من طرف تعنت الجانب الجزائري مباشرة. فعندما ذكر الأستاذ ورياغلي مصطلح الدبلوماسية الموازية في المملكة المغربية إلى جانب الدبلوماسية الرسمية لم أكن معه أمام الصحافة، وقد أدلى بتصريحه قبل بداية الندوة ولم أسمعه إلا في المساء في نشرة الأخبار. فلماذا ذكر الدبلوماسية الموازية لو كانت غير موجودة أو عديمة الجدوى كما يدعي المنار السليمي؟ تحركات الدبلوماسية المغربية الرسمية والموازية، تحركات الدبلوماسية المغربية الرسمية والموازية، تحركات الدبلوماسية المغربية الرسمية والموازية. وهكذا بتصريحه الآن في الذكر في مقدمة هذا المحور حول الصنف الثاني من حجج وجود الدبلوماسية الموازية، يبدو أن المنار السليمي يتجاهل جميع الدراسات الأكاديمية والجامعية حول الدبلوماسية الموازية تتقدمها أطروحات الدكتوراه، علما بأن إحداها قدمت في جامعة محمد الخامس بكلية الحقوق الرباط أجدال التي يدرس فيها كما رأينا قبل قليل. تقوم أساسا الأسس الرسمية للدبلوماسية الموازية من الدولة المغربية على اعترافها بها وانتهاجها إياها في السياسة الخارجية بناء على الخطب الملكية التي تطرقت لهذا المفهوم بمصطلحه العلمي كما ابتدعه منظره الأول جوزيف مونفيل. وتجدر الإشارة إلى أن الدولة المغربية التي تبنت الدبلوماسية الموازية منذ استقلالها من خلال الأحزاب السياسية بداية قد أكدت على أهميتها، مجددة تمسكها بها إلى جانب الدبلوماسية الرسمية. وقد حرص جلالة الملك محمد السادس على إعلان ذلك رسميا بعد 8 أشهر من اعتلائه العرش، حيث أشار في الرسالة التي وجهها للنادي الدبلوماسي المغربي بتاريخ 26 أبريل عام 2000 إلى دخول فاعلين جدد على العمل الدبلوماسي مثل المجالس البرلمانية والجماعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والمقاولات، بل وحتى الأشخاص الذاتية مثل كبار المبدعين والمثقفين والفنانين والأبطال الرياضيين. انتهى كلام العاهل المغربي. وهكذا ولأول مرة يفصل الملك الدبلوماسية الموازية تفصيلا، ذاكرا نماذجا حيوية بين أهم أشكال هذه الدبلوماسية. ولا أظن أن الأستاذ عبد الرحيم المنار السليمي لم يستمع إلى هذا الخطاب الملكي التاريخي حول الدبلوماسية الموازية.
وفي هذا الصدد كان العام 2004 هو التاريخ الذي ربط فيه الملك محمد السادس وبشكل واضح ورسمي لا لبس فيه بين النوعين من الدبلوماسية، الرسمية الكلاسيكية من جهة والموازية من جهة ثانية. وفيما يلي ما جاء في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2004: إننا حريصون على بلورة مفهومنا للدبلوماسية الفاعلة الرسمية منها والموازية. Nous nous engageons à cristalliser notre concept de la diplomatie efficace, officielle et parallèle. من الواضح من هذه الكلمات الملكية أن العاهل المغربي يساوي بين النوعين من الدبلوماسية كجسم واحد غير قابل للتجزئة، وبذلك تسير السياسة الخارجية المغربية بهما فتتقدم على قدمين. وجاء خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2005 ليؤكد فيه جلالة الملك على أهمية الدبلوماسية الموازية ومدى جدواها إلى جانب الدبلوماسية الرسمية، لكونها تشكل مصدرا تستمد منه الدولة طاقات مختلفة، حيث قال العاهل المغربي: لضمان حضورنا ودورنا الفاعل في هذه الاضطرابات العالمية فإننا مدعوون إلى اتباع الاستراتيجية الهجومية التي اعتمدناها بشكل أكثر قوة، مستفيدين من موارد الدبلوماسية الموازية البرلمانية والحزبية والاقتصادية والثقافية والإعلامية والجمعوية. انتهت الفقرة التي اخترناها. بعد أن ذكر في خطابه بتاريخ 30 يوليوز 2007 بالإنجازات الإيجابية التي حققتها الدبلوماسية المغربية تحت قيادته الملكية، قال العاهل المغربي إن هذا التطور الإيجابي يعود إلى جهود كل القوى الحية في الوطن التي حشدت لهذا الغرض، فضلا عن الدبلوماسية الرسمية والموازية التي بذلت جهودها بشكل منسق في إطار خطة جريئة تهدف إلى إبراز مشروعية قضيتنا الوطنية وتأكيد المصالح العليا لبلادنا وإظهار دعمنا القوي للقضايا الدولية الكبرى. وهكذا بتصريحه الآن في الذكر في مقدمة هذا المحور حول الصنف الثالث من حجج وجود الدبلوماسية الموازية، يبدو أن المنار السليمي يتجاهل ما ورد في الخطب الملكية ذات الصلة في الفقرات التي أوردناها. ما يسمى بالدبلوماسية الموازية عديمة الجدوى. بنفس المنهجية وبهدوء سنحاول دعم ردنا على المنار السليمي الذي يؤمن بشهادة الوثائق. إذن سنقدم الوثائق خلال هذا المحور، فكونوا بذلك من الشاهدين. إن الأمثلة التاريخية المعاصرة الحية التي تؤكد جدوى الدبلوماسية الموازية بمختلف أشكالها كثيرة ويصعب حصرها، ولعل أفضل ما يمكن تقديمه في هذا المحور هو ما يعرف بدبلوماسية البينغ بونغ، وتكفي هي وحدها كعينة دالة على مدى جدوى الدبلوماسية الموازية في كثير من الحالات أمام عجز الدبلوماسية الرسمية أحيانا. إن من المثقفين أو الجامعيين من لا يعرفون دبلوماسية البينغ بونغ بل لم يسمعوا بها إطلاقا، وأعلم ذلك جيدا. ومن الصعب علي منطقيا التأكد من أنه قد سمع بها أو كان يعرف معناها أو قصتها ونتائجها، ما دام قد تنكر للدبلوماسية الموازية برمتها وشكك في جدواها في رحاب الجامعة أمام الطلبة والأساتذة ووسائل الإعلام. والسؤال المطروح هو إذن
كيف أو لماذا تجاهلها أو نسيها، علما بأن التلاميذ في الثانويات والطلبة في الجامعات الصينية والأمريكية يدرسونها في إطار العلاقات الدبلوماسية الأمريكية الصينية، كما تدرس في تاريخ العلاقات الدولية في جل إن لم نقل في جميع كليات العلوم السياسية الأوروبية. ولا يمكن أبدا الحديث عن الدبلوماسية الموازية بعد الحرب العالمية الثانية دون ذكر دبلوماسية البينغ بونغ، خصوصا وأن جميع المنصات العلمية ذات الصلة في الإنترنت وعلى رأسها جوجل تتحدث عنها وتعرفها بشكل مفصل وتقدم جميع ما كتب حولها كنوع رياضي من أشكال الدبلوماسية الموازية. ومن المعلوم أن الدبلوماسية البينغ بونغ الرياضية الموازية هي التي نجحت حيث فشلت الدبلوماسية الرسمية، أي في التقريب بين الصين الشعبية والولايات المتحدة الأمريكية، ولولاها لما قامت علاقات دبلوماسية بين البلدين العملاقين في الزمن الذي قامت فيه، ولما تطورت إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم في المدة الزمنية التي قطعتها في الألفية الثالثة. دعونا الآن نفسر ذلك بشكل مختصر. كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر جمهورية الصين الشعبية كأمة عدوانية aggressive nation une nation agressive، وبالتالي كانت تطبق تجاهها سياسة عزلة وحصار اقتصادي بفرض حظر تجاري عليها، وذلك بعد دخولها في حرب كوريا عام 1950. ولكن بعد أزيد من 20 سنة من القطيعة ميزها غياب علاقات دبلوماسية واقتصادية بينهما أضر كثيرا بمصالح البلدين. عاشت خلالها الدولتان قصة يطبعها الصراع والتنافس بالتجسس المتبادل وانعدام الثقة، ومن خلال ما سميت بدبلوماسية البينغ بونغ لا دبلوماسية دي بينغ بونغ تم ذوبان جليد الخصام بينهما ليعود الدفء في علاقاتهما بشكل سريع. وتتلخص القصة فيما يلي: كان الفريق الأمريكي لكرة الطاولة تنس دو تابل أي البينغ بونغ كان حاضرا يوم 6 أبريل 1971 بمدينة ناغويا باليابان للمشاركة في البطولة 31 لتنس الطاولة، عندما فاتت على لاعب تنس الطاولة الأمريكي البارع جلين كوان فرصة الركوب في حافلة فريقه الرياضي، فركب في الحافلة التي كانت تقل الفريق الصيني، ولاحظ أن أغلبيتهم تعاملوا معه بشك واشتباه إلا فرد واحد منهم، ألا وهو نظيره الصيني اللامع المتألق زيونغ زيدونغ الفائز ببطولة العالم 3 مرات، والذي اقترب منه فصافحه بكل شجاعة وتحاور معه عن طريق مترجم، ثم أهدى إليه صورة من طباعة الشاشة un portrait en sérigraphie لجبال يونغشان الصينية مطبوعة على قماش من الحرير. وأما جلين كوين الأمريكي فقد أهدى بالمقابل لنظيره الصيني تيشيرت أي قميصا فوقيا مع علم يحمل شعار السلام بكلمات هي let it be ومعناها ليكن qu'il en soit ainsi. وقبل كل واحد منهما أن يلتقط صورة مع الآخر أمام عدسات التصوير الصحفيين الصينيين، وسرعان ما طافت هذه الصورة الرائعة غير المتوقعة جميع بقاع العالم بواسطة الصحافة ووسائل الإعلام المرئية والمكتوبة، وأذيع الخبر عبر وكالات الأنباء الرسمية، وكان أول من تفاجأوا بها أو أعجبوا بها بشيء من الذهول والأمل مجتمعين وهم قادة البلدين المعنيين مباشرة في واشنطن وبكين، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون ووزير خارجية هنري كيسنجر، وكذا الزعيم الصيني ماو تسي تونغ والوزير الأول الصيني شوان لاي، وكأنهم وضعوا جميعا أمام الأمر الواقع والفرصة التاريخية السانحة لإنهاء العداوة الإيديولوجية والثقافية بين الدولتين التي تمنع أي تعاون مفيد بينهما. وأيقنوا أن بطليهما الرياضيين قد ذكراهم بمسؤوليتهم الدبلوماسية أمام شعبيهما وأمام التاريخ. فينبغي التذكير بأنه في تلك الحقبة فإن اللقاء العلني بين رياضي من الصين الشيوعية ورياضي من الولايات المتحدة الليبرالية من شأنه أن يثير الانتباه لا محالة،
وعندما سأل صحفي صيني جلين كوين هل يتمنى زيارة الصين الشعبية، فأجاب طبعا، وفي أقل من 5 أيام، أي في 4 أيام فقط، أنجزت الدبلوماسية الرياضية الصينية الأمريكية خطوتها الموالية والحاسمة عبر فيدراليتي رياضية بين واشنطن وبكين، حيث وجهت هذه الأخيرة دعوة إلى نظيرتها الأمريكية لزيارة الصين. فاستجاب الفريق الرياضي الأمريكي لهذه الدعوة رفقة صحفيين من الولايات المتحدة، فشكلوا بذلك أول وفد أمريكي يحل بالعاصمة الصينية بكين يوم 10 أبريل 1971. وعلى الفور دخلتا وزارتا الخارجية في البلدين على الخط، وركبتا بحكمة وذكاء وتناغم على موجة رياضة البينغ بونغ التي أتيحت لهما تساندهما الواقعية والبراغماتية الدبلوماسية. واستمر التواصل على مختلف المستويات الحكومية لدى الطرفين حتى نتجت عنها دعوة رسمية من الزعيم ماو تسي تونغ لنظيره الأمريكي ريتشارد نيكسون لزيارة الصين الشعبية، فتمت الزيارة فعلا بعد 10 أشهر فقط من لقاء اليابان أمام انبهار العالم أجمع. كانت أهم وأطول زيارة رسمية يقوم بها رئيس أمريكي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، حيث استغرقت 8 أيام كاملة، أي من 21 إلى 28 فبراير 1972، كما كان جدول أعمالها أكثر ازدحاما. واكتشف خلالها الأمريكيون الزعيم الصيني التاريخي ماو تسي تونغ الذي كان غير معروف لدى أغلبيتهم. وفي ختام زيارته قال الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون قولته الشهيرة: لقد غيرنا وجه العالم خلال أسبوع. وترجمتها بالفرنسية: Cette semaine, nous avons changé la face du monde. ولكن نيكسون نسي أو تناسى جملة هامة كان عليه أن يختم تصريحه بها، لأنه ما كان ليغير وجه العالم هو ونظيره الصيني لولا مواطناهما الرياضيان البطلان في كرة الطاولة، زيونغ زيدونغ الصيني وجلين كوين الأمريكي، أي لولا الدبلوماسية الموازية في شكلها الرياضي. ولكن دعونا نكتشف أصول المبادرة وكيف تولدت لدى البطل الرياضي الصيني في البينغ بونغ زيونغ زيدونغ الفكرة الشجاعة للاقتراب من نظيره الأمريكي في تلك الحافلة للمصالحة بين الدولتين والشعبين من خلالهما. ولا أحد يستطيع أن يحكي لنا القصة أفضل منه. لقد ترعرعت تحت الشعار الإيديولوجي تسقط أمريكا الإمبريالية، وتساءلت هل من الطبيعي أن تكون لي علاقة بهذه العداوة مع من يسمى العدو الأمريكي رقم 1؟ ثم تذكرت بأن الزعيم ماو تسي تونغ كان قد التقى عام 1970 بالسيد إدغار سنو في ساحة تيانانمن خلال يوم الاحتفال بالعيد الوطني الصيني، فقال له ماو تسي تونغ بأنه يجب الآن على الصين الشعبية أن تضع أملها على الشعب الأمريكي. صحيح أن كثيرا من الناس في العالم يجهلون فضل الدبلوماسية الموازية في شكلها الرياضي المسمى بدبلوماسية البينغ بونغ على المصالحة الأمريكية الصينية، بل وجدت أساتذة جامعيين في العلوم البحثة غير السياسية حتى في أوروبا لا يعلمون عنها شيئا، ولكنهم لا يعذرون مع ذلك رغم قلتهم. فكيف يعذر إذن أستاذ جامعي مختص في العلاقات الدولية التي نعلم أنها مبنية على الدبلوماسية بشكلها؟ ولهذا أهيب وبروح رياضية أخي وزميلي عبد الرحيم منار سليمي أن يدرج في حصة من حصص العلاقات الدولية لفائدة طلبته هذا الحدث الرياضي التاريخي المهم في هذه المادة، والذي لولاه لما غير الرئيسان ريتشارد نيكسون وماو تسي تونغ وجه العالم عندما بدأ كلاهما في تغليب منطق الصداقة والسلم على عقلية العداوة والحرب للتسريع بحتمية التعاون لأجل الأمن على خيار الصراع تحت الخوف.
قد حققت الدبلوماسية الموازية في المغرب أحيانا نتائجا حاسمة ما كانت للدبلوماسية الرسمية وحدها لتنجزها. وسأقدم لكم 3 أمثلة من أصناف وأصول مختلفة. أولا، عندما تكون المبادرة بإيعاز أو بتعليمات من الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر. وأقترح هنا مثالا دالا، ألا وهو موافقة جميع زعماء الأحزاب السياسية المعارضة على الانخراط في حملة سياسية وإعلامية تفسيرية واسعة للموقف المغربي في الخارج بعد اندلاع قضية الصحراء في خريف 1974 كما نتذكر جميعا، حيث قاموا بجولات مكوكية في جميع العواصم للترافع حول الوحدة الترابية، وذلك إلى جانب شخصيات حكومية. وللتذكير، طاف كل من اليساريين علي يعتا الشيوعي الأسبق وعبد الرحيم بوعبيد الاشتراكي دول الشرق والشرق الأقصى، والسيداني محمد بوستوى القادري من حزب الاستقلال مع الدكتور عبد الكريم الخطيب الحركة الشعبية تقاسموا زيارة الدول العربية، في حين توجه وزراء وزعماء آخرون إلى البلدان الإفريقية والغربية. وقد أثمرت جهودهم التنويرية والتحسيسية تجاه حكومات البلدان التي بعثهم إليها العائل المغربي الراحل الحسن الثاني، واثقا في وطنيتهم وكفاءتهم الفكرية والسياسية، فمارسوا بذلك الدبلوماسية الموازية وهم خارج الحكومة المغربية. وكانت من نتائج المهام التي قاموا بها أن أقنعوا أغلبية الدول التي زاروها بتأييد الأطروحة المغربية ضد الانفصاليين. وهكذا أثبتت الدبلوماسية المغربية غير الرسمية جدواها في قضية الصحراء جنبا إلى جنب مع دبلوماسية وزارة الخارجية دون تأطير منها، لأن زعماء أحزاب المعارضة المغربية لم يكونوا محتاجين إلى أن تملي عليهم ماذا يقولون بالحرف وكيف يتكلمون. فالمطلوب من الفاعلين العاقلين في الدبلوماسية الموازية هي النتيجة وليس الأسلوب، والمردود لا الطريقة. ولنذكر في هذا الصدد المفكر والمؤرخ المغربي الشهير الأستاذ عبد الله العروي، الذي قام بمهمات دبلوماسية متعددة بتكليف من الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله، تمحورت حول قضية الوحدة الترابية. وفي كتابه الصادر بالفرنسية عام 2005 تحت عنوان Le Maroc et Hassan II, un témoignage، جاء فيه ما يلي: Vers 1985, pour des raisons que je n'ai jamais cherché à approfondir, il m'a appelé pour me confier quelques missions que j'ai acceptées par patriotisme. الترجمة: وفي حوالي عام 1985 ولأسباب لم أحاول استكشافها قط دعاني إلى تكليفي ببعض المهام وقبلتها من باب الوطنية. انتهى نص التصريح. مع العلم أن الدكتور عبد الله العروي لم يكن وزيرا ولا سفيرا ولا موظفا بوزارة الخارجية، ولكنه مارس الدبلوماسية الموازية في شكلها الأكاديمي. ثانيا، عندما تكون المبادرة بقرار أو فكرة صادرة عن جمعية حرة مختصة أو مهتمة أو عن حزب سياسي، ويتمثل المثال في زعيم علال الفاسي في ربيع 1974 وانطلاقا من الكويت وجه نداء إلى جميع البلدان العربية لدعم المغرب في وحدته الترابية. وفي المجتمع المدني الجامعي أو خارج الجامعة مفكرون ومثقفون بل حتى عسكريون سابقون أو متقاعدون يشاركون في حل النزاعات بين الدول انطلاقا من مجالات تخصصهم أو دائرة معارفهم للتقريب بين الشعوب والثقافات والأديان تيسيرا للحوار بينها. ويكفيني أن أذكر في المغرب المرحوم الكولونيل المتقاعد محمد البغدادي الذي ألف كتبا في إطار التاريخ العسكري مدافعا عن مغربية الصحراء الغربية، كما دافع عنها لدى البرلمان الأوروبي وتحمل في ذلك مصاريف تنقلاته ومقامه في بروكسل دون تمويل من وزارة الخارجية. وقد أثمرت جهوده الخاصة بأن تراجع بعض النواب البرلمانيين الأوروبيين عن دعمهم لأطروحة البوليساريو الانفصالية المدعومة من الجزائر كما نعلم.
وقد اعترف له الديوان الملكي بتضحياته الفكرية والمالية خدمة للوطن، فأقام له حفل تأبين حضره مستشار جلالة الملك سيد أندري أزولاي في المغرب، كما تم تكريمه في فرنسا بعد وفاته. وهكذا كان الكولونيل محمد البغدادي نموذجا للفاعلين في حقل الدبلوماسية الموازية عندما تكون المبادرة فردية أو تطوعية تماما. وهكذا سواء بدبلوماسية البينج بونغ الرياضية التي انطلقت من اليابان إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر الصين الشعبية عام 1971، أو بدبلوماسية أحزاب المعارضة السياسية التي انطلقت من المغرب وإفريقيا إلى أمريكا وآسيا مرورا بأوروبا عام 1974، فإن الدبلوماسية الموازية أثبتت جدواها وفعاليتها، من حيث عجزت الدبلوماسية الرسمية لوزارة الخارجية أو رأت ضرورة اللجوء إلى أختها الدبلوماسية غير الرسمية. إذا سلمنا بوجود دبلوماسية موازية فيجب أن تمارس في إطار وزارة الخارجية. إذا حول هذه النقطة بالذات ماذا يقول جوزيف مونفيل؟ تعالوا لنستمع ما يقول. إن الدبلوماسية الموازية تبلور تفاعلات غير رسمية نون اوفيسيال وغير مهيكلة نون ستركتوري، بمعنى أنها غير مؤطرة، وإذن فهي غير خاضعة إداريا لرقابة وزارة الخارجية. ثم ليست لوزارة الخارجية خارج حدود اختصاصاتها الأساسية القدرة التقنية على تأطير جميع التخصصات المهنية لفاعل الدبلوماسية الموازية، علما بأن لكل حرفة مقتضياتها، ولا يمكن لهذه الوزارة مراقبة أو الإشراف على الفاعلين الاقتصاديين أو الماليين كالبنوك، حيث نتكلم اليوم عن الدبلوماسية البنكية المغربية، لا دبلوماسي بانكير، التي ما زالت تلعب دورا هاما في العلاقات المغربية الإفريقية، أو الفاعلين والخبراء في العلوم البحتة، حيث أن للدبلوماسية العلمية لا دبلوماسي سيانتيفيك قيمتها ومعترف بها ولها تأثيرها إلى آخره من القطاعات التقنية. ولكن إذا كانت للدبلوماسية الموازية استقلاليتها عن الدبلوماسية الرسمية، فإنه ليس من هب ودب يجوز له أو بإمكانه ممارسة الدبلوماسية الموازية وتحقيق النجاحات من خلالها. فالبرلمانيون في الدبلوماسية البرلمانية، والجامعيون في الدبلوماسية الأكاديمية، والفقهاء والعلماء الإسلاميون في الدبلوماسية الروحية، والأبطال الرياضيون في الدبلوماسية الرياضية، ورجال الأعمال الوازنون والمستثمرون في الدبلوماسية الاقتصادية إلى آخرهم، ليسوا كل من هب ودب، لأن الدبلوماسية غير الرسمية ليست بنشاط فوضوي، فغالبية هياكلها القانونية على هيئة منظمات غير حكومية أو جمعيات مختلفة أو مؤسسات تعليمية حرة. إن التحوط أو الخوف الوقائي من أن يرتكب الفاعلون في الدبلوماسية الموازية أخطاء أو سوء التصرف الذي من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية بدلا من الدفاع عنها أو بدلا من المساهمة في إيجاد الحلول للنزاعات، إن هذه المخاوف لا تبرر الدعوة إلى وجوب تأطير الدبلوماسية غير الرسمية من طرف الدبلوماسية الرسمية لوزارة الخارجية، لأن السفراء والدبلوماسيين أنفسهم قد يخطئون أيضا، وربما نجد منهم من يرتكب الفضائح ويسيئون إلى سمعة أوطانهم أكثر من الدبلوماسيين الموازيين. فالمسألة إذن مسألة ضمير مهني، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن الجزاء أو العقوبة على الجميع لمن أحسن أو أساء. ففي المثل الذي قدمناه من خلال زعيم علال الفاسي في الكويت، فمن أوحى له بهذه المبادرة خارج الحدود؟ وزارة الخارجية؟ كلا، بل اجتهاده وذكاؤه. ثم المثل الذي سقناه من خلال الكولونيل محمد البغدادي الذي واجه لوبيات جزائرية بوليسارية في فرنسا دون توجيه من وزارة الخارجية، وأنا على ذلك من الشاهدين.
كما أشرت إلى ذلك في المقدمة، سأوضح الآن بشكل وجيز الأسباب الموضوعية التي فرضت علي إنتاج هذا الشريط، وهي الآتية: ألف، الطبيعة الأكاديمية الجدية للخلاف مع زميلي منار السليمي، والذي يشكل جدلا علميا لا جدالا ثقافيا، وذلك لكونه خلاف التضاد لا خلاف التنوع على النحو الذي شرحناه، وهو تمايز علمي واضح وذو أهمية لا ينبغي المجادلة حوله، خصوصا بين أكاديميين، إذ ينبغي فيه تطابق الرؤى، لأن اختلاف التنوع يتناول موضوعا قائما يقر به كل طرف، أي أن الخلاف يتمحور على الموجود. أما اختلاف التضاد فهو يدور حول حقيقة الشيء المختلف عليه مشاهدة أو حضورا، سواء أكان ماديا أو حسيا أو عقليا، أي أن الخلاف يتعلق بالوجود. باء، الأهمية البالغة لموضوع الخلاف في المجال الذي يندرج فيه من الفكر السياسي المعاصر على مستوى العلاقات الدولية تحديدا، ألا وهو الدبلوماسية الموازية. جيم، الأهمية البالغة للإشكالية المرتبطة بالخلاف فكريا ووطنيا، أي قضية الصحراء المغربية التي كانت موضوع الندوة المحمدية في إطار مبادرة الحكم الذاتية. دال، الدرجة اليقينية التامة العلمية النظرية من جهة، والفعلية العملية من جهة أخرى لمفهوم الدبلوماسية الموازية، والتي حاولنا إثباتها بالوثائق كما رأيتم، بعيدا عن كل عشوائية أو احتمالية. وتتبدى خطورة هذه الحيثية الرابعة فكريا وأخلاقيا من المنظور البيداغوجي في إطار العلاقة التربوية والتعليمية بين الأستاذ والطلبة على المستوى الجامعي، على غرار نفس المسؤولية التي يتحملها المعلم تجاه التلميذ خلال المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. ومن هذه المقاربة البيداغوجية التعليمية العامة، فإن خلافي العلمي مع عبد الرحيم المنار السليمي يتضمن جانبين أساسيين، أولهما الفهم la compréhension، وثانيهما التفهيم l'explication، مما يجعل إذن التباين بيننا تباينا فكريا جديا، أو كما يسميها الفيلسوف الفرنسي الشهير إدغار مورين de sérieuses divergences intellectuelles. ولماذا؟ لأن جانب الفهم بالتحليل la compréhension par l'analyse يمس مستوى استيعابنا كأساتذة جامعيين للمفاهيم العلمية خاصة المعروفة منها، مما ينعكس بالتالي سلبا أو إيجابا على طلبتنا من خلال عملية التفهيم بالتلقين l'explication par l'enseignement، لأن المعلم لا يعلم إلا ما يعلم، والمتعلم لا يتعلم إلا ما يلقن له، ومن هنا تأتي الخطورة، إذ قد تنتج عن سوء الفهم والتفهيم في التدريس مغالطات أو تضليل علمي ولو عن غير قصد من المدرس، ولذلك الفهم قبل التفهيم كما يقول الخبراء اللغويون في علم البيان والتبيين. وبربط الحيثيات الأربعة التي ذكرنا نخلص إلى أن أولا جدية الخلاف بحكم أهمية إشكاليته في العلاقة الدولية خاصة وفي العلوم السياسة عامة. ثانيا نظرا لارتباط الموضوع بالدراسة الجامعية وبالتالي صلته بالطلبة خصوصا المؤطرون منهم على مستوى أقسام الماستر والدكتوراه، وما نتحمله نحن الأساتذة المؤطرون من مسؤوليات علمية وأخلاقية في التدريس، مما يعطي إذن للموضوع طابعه الأكاديمي الجاد. وفي هذا الصدد قال الأديب والمفكر اللبناني الكبير مار عبود قولا بليغا في الكلمات التالية إن من أخطر الجرائم الفكرية أو الأخلاقية أن يسكت العالم لنظير أبدى رؤية فقهية غير صحيحة، أو أن يخرص الأستاذ تجاه زميل مخطئ في مسألة علمية أمام الطلبة، لأنه لا مجاملة في العلم تجاه من يدعيه أمام الناس، ولا ملاطفة في التعليم حيال من يحمل أمانته
أتمنى من الأستاذ عبد الرحيم المنار السليمي أن يتدبر جيدا هذا الكلام الحكيم الصريح لمارون عبود حتى يزيد فهما وتفهما للأسباب التي دفعتني إلى هذه المداخلة الحتمية أخلاقيا ومهنيا وعلميا. ثالثا، نظرا لعلاقة الموضوع بالحياة العامة وبسياسة الدولة الخارجية والرأي العام المغربي خاصة. رابعا، نظرا للوقت المحدود في مداخلات المناقشة مما استحال معه الاستدلال الكامل في التفسير. خامسا وأخيرا، نظرا لكون الخلاف العلمي المشار إليه استقطب عددا من الحاضرين فأثار فضولهم الثقافي إلى درجة استفتاء حول الموضوع عن طريق الهاتف أو بواسطة الواتساب، طالبين استكمال ما أعطيته من شرح مختصر، بل وتم إثارة الخلاف على منصة الفيسبوك. وإلى اللقاء إن أذن الله بالبقاء.